اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوجي. النهارده هنعمل مع بعض المسقعه باللحمه المفرومه بطريقه حلوه وطعم لذيذ جدا، وكمان وجبه اقتصاديه تقدر توفر معانا في الايام دي. يلا مع بعض نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندنا نص كيلو من البتنجان الرومي، بيتقطع بقى حلقات زي ما انتم شايفين كده، او قطعوه الحجم اللي تحبوه، واديله رشه من الملح واسيبه بتاع نص ساعه كده عشان الملح ينزل الميه اللي فيه، ولما اجي اقليه في الزيت ما يشربش زيت كتير. بعد كده هبتدي احطه بقى في الزيت يتحمر، ولما ياخد لون هقلبه على الناحية التانية زي ما انتم شايفين. لما ياخد اللون الذهبي الحلو ابتدي اطلعه بقى على جنب، وفي نفس الزيت اضيف فلفل رومي وفلفل حار، او مش حابين تحطوا فلفل حار خلاص خليها فلفل رومي بس. ابتدي دلوقتي بقى احمر واحدة بصل متقطعة صغيرة، احمرها في الزيت كده. اول ما لونها يعني يتغير سنة مش هتحمر قوي، هضيف معلقة كده من الثوم المفروم. في طبعا ناس بتعمل مسقعة بالثوم بس، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي، طعمها حلو جدا، وخصوصا ان احنا هنضيف ليها لحمة مفرومة. اقلب بقى البصل مع الثوم كده. اول ما ريحة الثوم مع البصل تطلع ريحة حلوة قوي كده، نضيف لها عصير الطماطم، وهو عبارة عن ربع كيلو من الطماطم المفرومة. ادي للطماطم رشة من السكر طبعا، واسيبها بقى كده لحد لما تتقل. اضيف الملح والفلفل الاسود ورشة من الكمون والكزبرة الناشفة، واقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده الصلصة تقلت معانا، هبتدي اضيف البتنجان بالفلفل اللي احنا حمرناه، وممكن كمان لو مش هنضيف لحمة مفرومة نضيف لها مكعبات بطاطس محمرة وتبقى مسقعة بالبطاطس حلوة قوي. دلوقتي انا ضفت اللحمة المتعصجة وهم حوالي يعني مش كتير، حوالي 8 كيلو بس، فعشان كده هي اكلة اقتصادية. وابتدي اقلب بقى واسيبها كده مع بعض تمتزج لحد لما تاخد الشكل ده. خلاص المسقعة جهزت، احطها بقى في طبق التقديم واقدمها وتاكلوها بألف هنا وشفا. مش عايزة اقول لكم طعمها حلو قد ايه، زائد ان هي موفرة، وممكن كمان نستغنى عن خطوة اللحمة المفرومة ونحطها او نكملها كده مسقعة بس بالبطاطس والبتنجان، وبرضه بتبقى حلوة قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو اول مرة تشوفي القناة وحابة يوصلك كل الوصفات، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بكل سهولة. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.